معلش الفيديو فصل عن ما. فالمهم ان احنا نيجي نرسم بنتأكد ان احنا واقفين على الماسك، وان احنا نعمل كده بالبرش هتلاقوه رسم عادي جدا. تمام، هعمل كنترول زد عشان انا كنت بالفعل رسمت. حلو قوي. بعد ما رسمنا التفصيلة دي زي الريفرنس اهو، هاجي هنا اختار الكولر ماب، وهاجي اسلكت من الكولر بتاعي بالشكل ده كده ام بالشكل ده. طبعا في بقى، يعني لو حابين يعني مثلا في حاجة كاستم قوي، يعني عايز تعمل حاجة كاستم معينة، عايز تعمل زي تقشير في الكتاب مثلا او كده. انا مش هعمل ده، بس هوريكم يعني الفكرة في ايه. انك ممكن تيجي هنا مثلا وعند الرفنس تيجي تعمل او مش هاجي اقدر ان انا هنا وانا واقفة عند اللاير هنا، رايت كليك حتى كده واقول له اد فيل، فهيضيف لي فيل لاير جوه الفيل لاير. فاهمين قصدي؟ زي سب فيل لاير كده، تشايلد يعني. دي البيرنت وده التشايلد بتاعها. طيب فنفس فكرة البيرنت والتشايلد يعني. فهنيجي مثلا ايه، خلي الفيل لاير دي رفنس، بس عايز اتحكم في الرفنس فقط، بحيث ان اللاير الاساسية مفيهاش رفنس، او هي دي الرفنس بتاعتها. اما اللاير اللي هي السب لاير تكون حاجة ايه، حاجة بالشكل ده. واعلي الرفنس بالشكل ده، او ما العبش فيها اصلا، واجي عند التكتشرز اللي هنا واضيف مثلا حاجه زي جرunge، اي جرunge ماب. يعني ايه، عارفين حاجه ايه؟ عايزه حاجه تكون الكونتراست بتاعها عالي شويه، ممكن اقوم مدخلاها هنا كده. فشايفين اللي بيحصل انه هيأفكت الرفنس بالشكل ده كده. طبعا لو جيت عملت الت، مش انت معلش الت، مش هيبين. سي واجيب الرفنس، ايوه هشوف بقى ايه تأثير الحاجة اللي عندي دي. قاعد أعلي السكيل شوية مثلا، كان حاجة زي كده. لو ضغطت ام ماشي، وقللت شايفين الكونتراست عالي بزيادة يعني، فخليني اختار حاجة كونتراست قليل شوية فيها. ايوه شايفين؟ اتمنى تكون التفصيلة دي باينة عندكم في السكرين ريكورد يعني. ممكن اعمل حاجة زي كده في السكيل يعني. مهم. فالفكرة واصلة اعتقد يعني، صح؟ والفيل لاير برضو اقدر ان انا اجي هنا اخلي اخلي نفس آم، لا مش في الكولر، اخلي ده بقى في اي حاجة تانية عامة يعني. تمام، جيت اعمل كده شايفين؟ ففي تباين بقى، بدأ يديني فاريشن اكتر في الرفنس بالشكل ده يعني. لو حد حابب يعمل تفاصيل زي كده كده احنا هنعمل اكتر من كده ان شاء الله، بس انا مستنية ايه، حاجة، كل حاجة هتيجي في وقتها يعني. فخليني انا مش هعمل الكلام ده دلوقتي. كده انا ضفت التايبو ده. هاجي برضو اضيف التايبو ده هاجي عايزة اضيف برضو اللي هي الارقام دي. تمام تمام. اللي انا هاجي اعمله ان انا عايزه اضيف الارقام اللي هنا. الارقام دي انا عملتها على فوتوشوب، خليني اوريكم الصوره. عملتها على فوتوشوب بالشكل ده. تمام، ودخلتها از تكتشر جوه سبستانس، يعني جبت دي كده الصوره دي ودخلتها. هيجيب لي الويندو دي، او من هنا اقول له import file. هيجيب لي هنا اقول له اتاكد ان اتاكد ما اسيبهاش undefined كده، اخليها على texture، واتاكد ان هي import to. بيقول لك انت عايزها تكون imported في ال current session، بحيث انك لو فتحت فايل تاني ما تلاقيهاش، او لو قفلته وفتحت الفايل اصلا ما تلاقيهاش، ولا عايزها في البروجكت، ولا عايزها في اللايبرري بشكل عام. فانا هخليها في اللايبرري، بحيث ان لو في بروجكت تاني ممكن تستخدم فيها تبقى كويسة يعني. فبس نقول له import، ضافها لي بالشكل ده كده. كويس. اللي انا هاجي اعمله ان انا هاجي هنا عند الستنسل برضه، وهاجي عند الجري سكيل هنا، واقول له اديله الارقام دي. المرة دي مش ه مش هبروجكت بيزد على 3D view،
ولكن هبروجكت من ال 2D. طيب هي فين بقى في ال 2D؟ اقول لكم حالا. آه، طيب الاول هاجي كنترول الت واروح لها، واجي اعمل اللاير كده او بينت لاير. بصوا بقى، الفرق بين الفيل لاير والبينت لاير ان البينت لاير، الفيل لاير وضحناها، البينت لاير ايه بقى نظامها؟ البينت لاير دي انا زي كده، بينت لاير حرفيا اللاير بتاعت فوتوشوب بالشكل الحرفي، بالمعنى الحرفي للكلمة. يعني مفيش ايه، يعني انت بترسم واللي انت رسمته ده بيبقى، يعني مثلا أنا جيت عملت كده، هو color بس. لو جيت حطيت له رفنس ولا مش هيقرا، انت اوريدي رسمت، اللي حصل حصل. لكن لو جيت رسمت بيزد على البريسيتس الجديدة دي بالشكل ده كده، اه بالشكل ده كده مثلا اهو، هيبتدي يقرا الرفنس. تمام، لكن مهما تعدل هو مش هيستجيب، بعكس الفيل لاير، هي حاجة بروسيجرال، لكن دي مانيوال قوي. تمام، الفيل لاير بروسيجرال، اما دي مانيوال قوي، يعني تقدر تاخدها من المنطلق ده يعني. لو جيت عدلت الرفنس تاني مثلا، اوكي ارسم كده، لكن ترسم بيزد على الايه الكونفيجريشن اللي انت محددها اوريدي يعني. ده فرق ملموس جدا ما بين البينت لاير والفيل لاير يعني. فاحنا رسمنا هنا، فخلينا نشوف دي سمعت فين بقى في ال 2 دي. آه عملنا زوم اوت كده هنلاقي بقية اهي، عملوا البورد راحت فين. كويس جدا. طيب آم، اهو بيبينت هنا اهو، انا برسم عشان اشوف. اهي، لا لا لا، ايه ده، كنترول زد. هذه الحلقة، اذا الحلقة بتاعتنا في الاتنين دول حلو قوي. اللي انا هاجي اعمله ان انا هدلت، شكرا، دي كانت بمثابة جايد مش اكتر. هاجي هنا عند الفيلر، واقول له add black mask، واقول له add paint. بص، لما اجي اقول له add black mask، فانا هاجي عند الماسك نفسه ورايت كليك، او من هنا يعني، او من add filter او رايت كليك، الاتنين عادي ينفعوا، واقول له add paint، بحيث ان انا ابينت التكت الماسك نفسه، ابينت الماسك، بحيث انا لو وقفت هنا مش هلاقي فيه paint، لكن لو وقفت على الماسك هلاقي فيه paint. كويس. وهي لها نفس البريسيتس بتاعت اللايرز العادية، انك تقدر تتحكم كمان في البلندنج مود بتاعها. لو جيت عند البروجيكشن هنا، وجيت بقى هاجي هنا هرسم من هنا بصراحة، هعمل كده مثلا. كويس. مثلا اتأكد ان انا واقفة على البينت، مبقاش واقفة هنا واقول ايه ده هو مبيرسمش ليه، اتأكد ان انا واقفة عند البينت. اجي اعمل كده، هو مبيرسمش ليه. رسم اهو. بس دي الجزء ده الجزء اللي هو ده حلو قوي، رسم لي النمبرز هنا. كنترول زد، كنترول زد، معلش كنترول زد ليه؟ انا عايزة من الواحد يبقى من اول هنا كده، هنا هنا كده. ماشي. مم. بحيث اهو اترسم بالشكل ده كده، حلو جدا. واجي عند الجزء اللي هناك، واكمل من بعد ال15 تقريبا كده. يعني هو طبعا مش هيبان قوي يعني. ماشي، اهو اترسم هنا اهو، ناقص بس الجزء اللي ايه، عايزة حاجة من بين الواحد والسبعة.
غالبا الأرقام الكبيرة بقى اللي هي حاجة زي كده مثلا. نيجي عند ال 3D بقى المرة دي عشان تبقى مالكة أكتر. هاجي أعمل كده مثلا، حاجة زي كده. ايه السبعة مالها؟ بس ماشي. هصغر البروش بتاعتي شوية كده، أيوة. وارسم 15 هنا. حلو جدا. تمام كده رسمت الأرقام عندي اهو. تمام. هاجي برضو أعمل هغير البريسيتس بتاعتها. اللون الأصفر ده، حابين تسيبوها أبيض زي ما هي تمام، مفيش مشكلة. مش عايزة غير الكولر، مش هستخدم أي حاجة تانية. برضو هاجي يعني ممكن حاجة بسيطة في الهايت، يعني ايه حاجة فعلا بسيطة جدا 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 جدا. وممكن زي ما وضحنا قبل كده نقاد فلتر على الهايت، يأثر على الهايت بس يعني. وانا ضفت ايه؟ بيفل؟ لا لا، حاجة زي كده. ملوش تأثير قوي، انا اصلا الهايت عايزة اقلله كمان عن كده. حلوة يعني، حاجة بسيطة خالص يعني. على فكرة بالمناسبة الهايت بيسمع في النورمال. يعني لو جيت يعني لما تيجي تعمل اكسبورت للتكتشرز في النهاية هتلاقيها ايه؟ هتلاقي الانفورميشن اللي اتعملت في الهايت اهي مسمعة برضه في النورمال، هي نورمال اند هايت مش. فالنورمال بتخرج ايه؟ يعني دي هتكون مثلا من ضمن الداتا بتاعت النورمال ماب، كذلك دي برضه. تمام. حلو. النقطة اللي كنا اتكلمنا عليها قبل كده بتاعت الدايركت اكس والجي ال والحاجات دي، مثلا لو جيت تشوف دي بقى وهي جي ال بتلاقي ان هي انفيرتد، بتلاقي الجرين شانل رايحة في اتجاه العكس. نفس القصة هنا، كل الحاجات دي بيكد في النورمال ماب. حتى النويز بتاع الهايت اللي اللي هي في البلاستيك اللي هو البي في سي ده. ف to be considered يعني الحاجات دي مهمة. طيب نيجي نعمل ايه؟ تمام، احنا كده ضفنا الأرقام. كويس. هاجي برضو واضيف اللي هي الكلام بقى اللي بيكون موجود هنا على الجنب ده. دي موجودة في ثانية واحدة كده معلش، خليني اعمل نيم. كويس. نبتدي نرسم اللي هي الستيكرز اللي بتكون موجودة تحت دي، وهنا كمان اللي هي دي اللي مكتوب عليها اسم البراند ومش عارف كام فولت والحاجات دي كلها. فهاجي برضو اعمل حاجة زي كده. فهاجي عند البيز هنا كده، والمرة دي هاجي اضيف في اللاير برضو. ايه كالعادة الكالر بتاعي برضو اصفر. هقول له بلاك ماسك. حلو. نسمي ده لور فيجر.
اللي انا هاجي اعمله دلوقتي حالا ان انا وهاجي اعمل كده، وبالتالي رسم لي الماسك بتاعي في الاريا دي. طيب اللي انا عايزه اجي اعمله برضو ان انا مش عايزاه كله يبقى اصفر. يعني على فكره هو نقدر ان احنا نعمل الستيكر ده كله على بعضه بالخلفيه بتاعته اللون الاصفر في اسود ده اصلا كمان في فوتوشوب وكده، بس يعني بصراحه اعتقد هنا اسرع يعني هنا اسرع ان شاء الله. فهاجي هنا اضيف بينت لاير على الفيل لاير، مش على الماسك، لا على الفيل لاير. الماسك بتاعنا هو عادي، ناجي هنا على الفيل لاير نفسها واضيف اد بينت. المره دي هاجي واختار هارد برش زي كده، وهخلي الكولر بتاعي اسود قاتم. تمام. واخلي الماتيريال رف قوي لحد ما، و... وهاجي اعمل كده. لو ضغطنا شيفت شايفين بيظهر الخط ده شايفين متسنتر حوالين نقطة. بحيث انت لو ضغطت وانت دايس شيفت هيقوم عامل ستريت لاين. فلو جيت هنا لو جيت هنا عايز اعمل ستريت لاين يعني، فهاجي كليك وشيفت واعمل كده. تمام. او هنا مثلا اكبر البرش بتاعتي شوية كده مثلا واضغط، فهيقوم عامل لي ستريت لاين بالشكل ده كده. فكبيرة قوي، هاجي اعمل كده كويسة جدا. طيب حاجة زي كده آه، ممكن برضو اضيف فلتر واقول له اللي هو الشارب شاربن او حاجة زي كده. شاربن حاجة زي كده، بحيث يخلي الخط ده شارب اكتر يعني. بس انا مش هعمل كده. آم، حاجة زي كده حلو جدا. طيب تمام. طيب كده عملنا ايه الجزء ده. نفس الحكاية برضو ورا، نفس الحكاية ورا هتتعمل بنفس الكيفية يعني. بس عشان اختصر شوية ما اضيعلكوش وقتكم، عايزة اوريكم البروسيس كاملة، وبعد كده من المرة الجاية هتلاقوني اوريدي مكريتها ورا عادي برضو. طيب خلينا بس نخلص الجزئية دي. في حركة حلوة جدا بتتعمل تمام، وهي حاجة اسمها الانكر بوينت. معلش قبل ما نوضحها، آم، احنا اوريدي نسينا اصلا نختار دي من ضمن الايه الماسك بتاعنا، فهي بطبيعة الحال اهي. تمام. نفس الحكاية برضو، هي ماسك هي مش حاجة يعني. نفس الحكاية برضو هاجي هنا وبسرعة جدا نعمل ايه، نعمل يلا خط كده بس كده، حاجة زي كده حلوة. آه، فكرة الانكر بوينت بكل بساطة هو ان انا باجي هنا عند الماسك ده كويس، بقف عليه، باجي اقول له create anchor point add anchor point. ايه الانكر بوينت بتعمل ايه؟ مجرد ما قلت له add anchor point بتكون ظاهرة بس على الماسك على فكرة كويس، مكان ما انت عملت الانكر بوينت يعني. فكرتها هي بتبقى زي ريفرنس. يعني ايه؟ يعني هو اوريدي سماه lower sticker mask، مسميها اوريدي. يعني هو بيقولك انت كده عملت anchor point على الماسك بتاع اللير اللي اسمها lower sticker. فكرة الانكر بوينت ان هو بيحافظ لي او بيتعامل على ان الماسك ده بقى ريفرنس، يعني اقدر استخدمه فيما بعد. بمعنى انا مثلا جيت عملت كده، عملت فيل لير، وعايزه استخدم في الفيل لير دي نفس الماسك بالظبط اللي انا استخدمته هنا. تمام. اللي انا باجي اعمله ان انا بضيف هنا اد فيل لير، ومن الفيل لير بضغط على الجري سكيل دي،
بقول له anchor points، فهلاقي له ايه، هلاقيه ان هو اوريدي عامل لي select على اللور ستيكر ماسك. فلو اخترته كده ممكن اكاريت اكتر من anchor point، بحيث ان انا اعملها ريوز، ابقى عارفه ان انا استعملها تاني يعني، تبقى زي بريسيت جاهزه عندي. فاضغط عليها فاهو هي ابلاي الانكر بوينت بتاعتي بالشكل ده كده. تمام. يعني دي برضو تركاية حلوة جدا. طيب لما نيجي بقى ندخل الكلام اللي احنا عايزين نكتبه كويس، هاجي بكل بساطة و اللوجو اللي انا اللوجو اللي هو بتاع اللي هو الدي وولت ده، دي وولت او دي وولت مش عارفة انطق ازاي بالظبط، آه برضو رسماه على فوتوشوب. آه جيت اعمل كده، خلي الرفنس على الاخر، خلي بلاك الشكل ده، ويجي اقول له بلاك ماسك. حلو جدا. هاجي اعمل هاجي اد بينت لاير بالشكل ده كده، واختار من الستنسل ايه كلمة اللي هي دي وولت دي. طبعا اكيد سبستنس مش حاططها يعني، فاكيد احنا هنعملها. ثانية واحدة، هي الكلمة دي عملت لها اكستراكت من ايمج اصلا على جوجل عادي جدا، ودخلتها فوتوشوب، و بحيث ان انا ادخلها سبستنس. يعني انا فاكرة ان احنا دخلناها قبل كده، انا دخلتها قبل كده يعني. آه، اهي موجودة اهي. تمام. هاجي اختار البروجيكشن ويختار كلمة دي وولت دي بالشكل دي هنا كده، واجي اعمل حاجة زي كده. طبعا عيني على الريفرنس، طبعا عيني على الريفرنس وبشتغل على اساسه، حاجة زي كده، وارسم بقى. حلو جدا. هاجي برضو على الناحية التانية. ماشي. طبعا حاسس ان ايدك مش مظبوطة، او حاسس ان الدنيا مش ادق حاجة، تقدر طبعا الاسهل يعني والافضل انك تعملها من هنا، من ال 2D view. روتيت كده مثلا، حلو. اجي اعمل كده وارسم من ال 2D view بالشكل ده. سبحان الله، مايلة برضه، مايلة معايا انا مش عارفة ليه. ماشي. انا مرتاحة اكتر في الفيو ده بصراحة. هسمي اللير دي، وبرضه هي تكون تايبو، وهخليها طبعا برضه نفس الحكاية. add paint layer، والمرة دي اختار كتابة من هنا، مكسل عاملها فوتوشوب بصراحة. آه، هنيجي هنا عند الرف عند كلمة substance هنا، هاجي اكتب بقى اي حاجة ليها علاقة باللي احنا شايفينه ده. هاجي مثلا اكتب 20 في ماكس. هتكتب اي حاجة بقى براحتك طبعا، كل واحد، بس انا بحاول ابقى قريبة من الريفرنس بقدر الامكان يعني. آم، تمام.
هاجي برضو واكتب كلمة تانية زي ما مكتوب هنا كده. ليثيوم ايون او ايون. هقلل السايز شوية. خليها تبقى مكتوبة بالشكل ده. وهاجي هنا اقول له ليفت، الالاينمنت بتاعتها تكون ليفت يعني. واقلل السايز برضو شوية. هاجي هنا واعمل حاجة زي كده. ماشي. ممكن جدا اضيف حاجة بقى في النص زي الخط ده كده مثلا. ان هو بيفصل مثلا ما بين الاتنين زي ما موجود في الريفرنس كده. حاجة زي كده مثلا، او ممكن حاجة آه تانية نفتكسها يعني، حاجة زي م- م- م. كان في كده شكل كويس، ستريبس كده، خطوط. اه ده تقريبا. فلو ضغطت عليه ضغطة واحدة كده بيضيفولي في الألفا، مش في الستنسل. تمام. ده اوبشن كويس برضو. يعني ده اوبشن كويس يعني. مثلا لو عملت كده لغيت الستنسل خالص ورحت كبرش يعني، أو ممكن أضيفها بالبرش بس من غير أي ستنسل في الموضوع مثلا يعني. آم، فأنا عايزة البرش بتاعتي تكون عادية، وعايزة الستنسل يكون ستنسل يعني، مش عايزة أميكس ما بين البرش والستنسل يعني. راحت فين بس لحظة. أهو أيوه هي دي البرش بتاعتي. هعمل إكس، هضغط إكس كده من هنا بحيث يرجعها لي الألفا العادية أهي كده. تمام جدا جدا جدا. طيب أجي أعمل كده. مثلا يعني ضفنا الستيكر ده. طبعا لو جيت بقى هنا عند لو جيت هنا بقى عند اللاير نفسها، مش الماسك لاير، وجيت ضفت بينت لاير بالشكل ده. سهل جدا ان انا اختار اللون الاصفر ده. ماشي. وارسم اجزاء بالاصفر واجزاء بالابيض زي ما هو عامل لي هنا في الريفرنس. يعني مثلا في الريفرنس عندي هنا في هنا شايفين كلام بالاصفر وفي كلام بالابيض، فاجي مثلا عند كلمة ماكس والونها بالاصفر كده. يعني عند الحتة دي برضو الونها كده بالاصفر. آه في حد تاني؟ لا كفاية كده. يعني حاجة بالشكل ده كده. طبعا زي ما قلنا البينت لاير مش يعني لو جيت اعدل خلاص شكرا. يعني هو هيعدل على اللي هيترسم، لكن اللي اترسم خلاص ايه، آه غير قابل للتعديل يعني. الا لو انت شلت البينت لاير ورسمت بينت لاير تانية يعني. عايز مثلا تضيف بينت لاير تانية وتخلي المرة دي لونها احمر مثلا. ماشي. فتقوم حاطط كده اعمل 20 فولت كده مثلا يعني. حد حابب ينوع يعني ايه. هي دي الفكرة يعني. حلو جدا. طيب كنترول اس. هاجي اخد الثري layers دول للنظام يعني واحطهم تحت جروب اسمه مثلا ستيكر مثلا. كويس جدا. هاجي برضو عند الجزء اللي هو
عايزين برضو نعمل ده. هيتعمل بنفس الطريقة بالظبط اللي عملنا بيها ده، يعني هي عشان ما نبقاش بس. خلينا نشوف حاجة تانية، حاجة زي اللي هي الجزء الميتال ده. الميتال ده انا يعني مش هرسم. والله هي دي فكرة حلوة برضه، يعني أنا ممكن انفذها معاكم دلوقتي، بس كنت هوريكم حاجة تانية، ان انا عايزة اعمل حفرة كل الحرف التي ده يبقى زي ما يكون محفور على الجزء الميتال يعني. خلونا نجربها مرة كده ومرة كده مثلا، خلونا نجرب. هاجي برضو اعمل بينت فيلير بالشكل ده، ومش هخلي فيه اي حاجة خالص، مفيش اي انفورميشن في التشانل دي غير الهايت والرفنس. الرفنس هعليها على لا مش هعليها على الاخر، هخليها في النص. وهعمل اد بلاك ماسك بالشكل ده. في العادي يعني لو هنعملها زي دي هتبقى سهلة خالص، ان انا هجيب مثلا ستنسل بالشكل ده وخلي ممكن اعمل الشكل ده جاهز زي ما قلنا وادخله مرة واحدة الفا بلاك اند وايت. تمام، ممكن جدا اجي اعمل مثلا حاجة زي كده. اختار اي شيب. هي فكرتها زي ده مثلا على فكرة، هي فكرتها زي ده، مش هستخدم ده يعني، بس اوريك. ممكن تعمل جدا حاجة زي كده. تمام. طبعا هو مش باين عشان الكالر، مفيش كالر تقريبا في رفنس بس، فلو خليت الرفنس كده هيبان. فاهمين الفكرة صح؟ باينة اوي. تمام. حاجة زي كده ممكن اخليها يعني. حاجة زي كده. الرفنس بتبقى عالية شوية في الدهان اللي بيكون على الميتال. ممكن اخلي برضو احط كولر مثلا واخليه اسود. تمام، والكولر الاسود ده عشان يبقى الموضوع واقعي يعني خليه مولتيبلاي او اوفرلي مثلا، فتحه شوية. يعني حاجة زي كده مثلا. سوفت لايت كويس جدا. نغمقه بقى شوية. بالظبط. يعني يعني شوف بقى تقدر تعمل ايه بقى بالكلام ده. هرجعه على النورمال او هرجعه معلش على خليه على النورمال عادي. اوكي الاوباسيتي، بس انا مش هخلي الكالر كده اصلا، يعني انا ممكن اهدي الكالر وخلاص يعني. عامة هو مش ده الشيب اصلا اللي احنا عايزينه يعني، خلينا تاني نقول له اد بلاك ماسك عشان يشيل اللي احنا عملناه ده. وهاجي اعمل بينت لير بالشكل ده، وهاجي اختار substance تايبو بالشكل ده. لا مش دي، ايوه الخط ده. اختار حرف تي مثلا، اجي اعمل كده. اكبر السايز. مثلا اجي اعمل حاجه زي كده. مم. وارسم بالشكل ده كده. ممكن. لا مش لا تمام كده تمام. اقدر اجي هنا اشيل الكولر، مش عايزه كولر اصلا. عايزه يكون الدنيا زي ما قلنا كده، هو في حفر محفور يعني على جوه. آم، مش متأكدة إذا كانت الفكرة دي متحققة هنا. معظم الريفرنس اللي عندنا نظام ايه، ان هي كتابة متقشرة يعني عادي عادية، خد نفس فكرة الايه الحاجات اللي احنا عملناها اصلا لحد دلوقتي. زي حاجة طبعة يعني مطبوعة بس كده.
برضو دي حلوة جدا، ممكن تكتب مثلا ان هي 20 فولت بالشكل ده. فانا عايزة اخلي التي كأنها محفورة، بحيث برضو ايه نفهم الطريقة دي برضو. مفيش كل الريفرنس، فانت لو هتلتزم، المرة دي انا مش هلتزم بقى بالريفرنس يعني، بس هي حاجة بنشوفها كتير يعني، حتة ان هي حاجة تكون محفورة على البتاع ده. يفضل تلتزم بالريفرنس يعني، لكن انا عشان في سياق ان ده توتوريال ونتعرف على تكنيكس جديدة يعني، فخليني اوضحها يعني، فانا هعمل كده. حلو. كأنها محفورة كده على جوه يعني. و... وهاجي برضو في الماسك، على الماسك، واقول له اد فلتر، خلي الفلتر ده كالعادة بلور. حلو قوي. وقلل الانتنسيتي بتاعتها بالشكل ده كده. نايس، فيري فيري نايس. طبعا لو جيت اقلل الهايت شوية وازود البلور سنة، واقلل تاني الهايت شوية، حاجة زي كده هتكون كويسة جدا ان شاء الله يعني. انها محفورة يعني. تمام. تقدر تكتب حاجة تانية غير الاكس بقى، للأسف مش هينفع نعدلها يعني، هي دي المشكلة، ان عشان تعدلها لازم ايه، تيجي تعمل كده تاني. تمام. بس المرة دي ايه، مثلا هنخليها اكس ار زي الحاجات اللي مكتوبة دي، مثلا كده اكس ار. اه ليه بس كده؟ اكس ار الشكل ده كده. ماشي، ونرسمها كده. والله حلو، احلى من التي لوحدها. نايس. آه، ارسمها تاني معلش. ايوه كده. حلو أوي. فيعني مثلا حاجة زي كده يعني، تكون كويسة جدا جدا. أم، هو ايه الأحمر ده؟ عشان احنا اكتبنا والله يعني اتعملت بالصدفة. والله اتعملت بالصدفة، ما كانتش مقصودة، بس الحمد لله. الحمد لله والله، حاجة جامدة. ان هي اكتبنا بالصدفة بالغلط الاوبشن بتاع السيمتري يعني، فصحيح ما نستخدمه، انا نسيت الموضوع ده. فاحنا ممكن جدا يعني ابقى شغالة هنا، فهو يعمل اللي ورا ايه معاه على نفس الخط يعني، فاوبشن السيمتري ده كويس جدا 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 يعني. نايس، فيري نايس. تمام. اجي عند اللي هي اليلو ديكيل دي، وعشان اضيف التايبو اللي موجودة هنا، اللي هي دي. في اتنين، واحدة موجودة هنا، واحدة موجودة الناحية التانية. كل واحدة فيهم هتكون مختلفة عن التانية يعني. فدي هتكون نفس فكرة الاستيكر اللي احنا عملناه تحت بالظبط، عادي جدا يعني. هو ان انا هجيب حاجة زي كده، و هلعب في الكولر بس والرفنس، خليها بلاك جدا وخليها رف جدا، واعمل كده اد وايت ماسك. ماشي. واجيب بينت بالشكل ده، اتاكد ان انا على اللون الاسود، واعمل حاجة زي كده. لا مش هتنفع، عشان محتاجين هارد الفا بالشكل ده كده. حلو كده.
حاجة زي كده مثلا. ممكن اقللها شوية. بشكل عام يعني احنا بنوضح الفكرة، والريفاينمنت دي ايه نعملها براحتنا بقى ايه بعدين يعني. طيب تمام. نفس الفكرة برضو بالظبط، هجيب برضو كده واعمل كده. تمام، خليها ابيض على اللون الابيض، واقول له add black add paint، وهاجي هنا عند البروجيكشن ويختار زي ما قلنا بقى زي المرات اللي فاتت بالظبط، ان انا هجيب مثلا زي ما عملت كده كلمة substance، بس المرة دي هخليها زي ما مكتوب في الريفرنس برضو 20 فولت، مش هخليها 18، احنا قلنا ان هي 20 تحت، فعشان نبقى نتكلم كويس، يبقى براند عندنا مصداقية. هقول له كده، يجي نفس الحكاية تحت هنا كده، واضيفها بخط صغير زي هنا كده مثلا، حاجة زي كده مثلا. حلو، اجي اعمل كده. وممكن برضو اضيف اللي هي ال XR بالشكل ده، خليها جنبها يعني براحتكم بقى، شوف حابب تعمل ده ازاي. واحنا اصلا كنا يعني ممكن نعمل حاجة تانية خالص يعني، بس خير ماشي. ان انا اضيف الاتنين جنب بعض في تايب واحدة اصلا وخلاص يعني، بس اتس اوكي. طيب هاجي برضو آه ممكن اعمل في اللاير مختلفة، او اعملها في نفس البينت لاير، ان انا مثلا برضو اجيب كلمة اللي هي الدي وولت دي، فينها ايش اسرع طبعا، نعمل كده. مهم. مهم. ماشي، حاجة زي كده مثلا، وارسم بالشكل ده حلو جدا. طيب برضو اجي هنا عند ده كله ماسك، هاجي هنا عند الفيل بقى وعند البينت نفسه يعني، واختار بقى عشان الون الكلام ده بشكل مختلف. الدي وولت دي المفروض تكون بالاسود، اللي هي الماكس دي والاكس ار والحاجات دي المفروض تكون بالاصفر، وهكذا. حلو جدا. فدول كده بقى على لير لوحدهم بشكل كامل. احنا زي ما قلنا ممكن نخليهم separate، يعني انا ممكن اعملهم مرة الكلمة دي على لير، ودي على لير، ودي على لير. يفضل بصراحة يتعملوا كل واحدة على لير، يعني هو ده من باب السرعة، أنا وريتها لكم كده، بس يفضل إن كل واحدة على لير، بحيث يعني مثلا تكون سهلة في التعديل، أو لو أنا عايزة أعمل آه، ألعب شوية في ماتيريال واحدة فيهم عن التانية، مش عارف يعني بتفرق برضه. آم، حلو جدا. طيب هاجي هنا على ورا، والمرة دي هخلي الجزء اللي ورا ده حاجة زي كده، زي ان الجزء بقى اللي هو بيبقى عليه الانستراكشنز وكده. احنا عندنا في جزء في واجهة عليها اللوجو واللي عليها الكلام ده، والوش التاني او الظهر بقى بيكون عليه الايه، الحاجات اللي هي الورنينج بقى والاستخدامات والانستراكشنز وكده. دي اكتر واحدة عجباني، فانا خدتها برضو وعملتها، ظبطت صورتها على الفوتوشوب بحيث ان انا ادخلها هنا كايمج. خلوني اوريها لكم، اللي هي الصورة دي. طبعا كل واحد بقى يقدر يجيب الصورة اللي على مزاجه ويستعملها طبعا في التكتشر بتاعه، بس انا خدت دي كريفرنس اساسي بالنسبة لي في الجزئية اللي ورا دي، اللي هي الصورة دي، فجبت حاجة زيها بالظبط. آه فاللي انا هاجي اعمله ان انا هاجي عند
اليلو البلاستيك ده. و فانا اوريدي برضو كنت دخلتها، اسمها instructions بالشكل ده. انا هاجي اعمله ان انا هضيف paint في اللاير، وهسميها مثلا sticker instruction او اي حاجة، واخليها على الكولر. هستخدم الكولر channel. هاجي اعمل fill add fill layer، و اسمي دي مثلا fill base color. اللي انا هعمله ان انا هخليها طبعا برضو على الكولر، بس هي ادخل الانستراكشن دي في الكولر ماب بالشكل ده. طبعا هيكون عامل لي الحاجات دي كلها عشان هو يو في بروجيكشن، وهيتعامل ان هي تايلنج بقى، ان في تايلنج ليها وكده. فانا هخليها على التراي بلانر. حلو. وهخلي السكيل بتاعي حاجة يعني الى حد ما منطقية. تمام. مم، يعني ممكن اخليها 7.3 مثلا. اللي انا هعمله ان هعمل مانيبيوليشن بشكل مانيوالي كده دلوقتي اهو. اضغط ار عشان السكيل، واقوم عامله كده دبليو زي مايا كده. حلو. وهضغط كيو عشان اخفي الحاجات دي. طيب انا عايزه ماسك الكلام ده، فهاجي اعمل كده اد بلاك ماسك، اد بينت. واللي انا هعمله ان انا هختار من البوليفيل، وهختار الجزء ده. تمام. ممكن جدا حد يجي يعمل، معلش ثانية. ماشي، هي دي كويسة عامة يعني. حلو. وهاجي اعمل كده كيو، اضغط كيو عشان اجيب بتاع المانيبيوليشن ده تاني. وممكن احرك دي يعني ار عشان اسكلها كده كويس. دبليو. ماشي. اظبطها يعني، نظبطها بالشكل ده كده. حلو جدا. طيب اللي انا هاجي اعمله دلوقتي ان انا هلعب شوية في الايه، في الكولر كوريكشن بتاعها، بان انا اضيف ليفل خلي اتاكد ان هو بيأفكت البيز كولر. وهاجي اعمل حاجة زي كده. وهاجي اخلي البلندنج مود بتاعتها على مالتيبلاي، او فين راحت فين؟ دارك. خليها داركن. داركن هتشتغل كويس برضو ان شاء الله. حاجة زي كده صح. نايس، فيري نايس، حلوة. أم... وحاليا قبل ما انهي الفيديو او المحاضرة دي، هضيف في الماسك ده. هضغط هنا على بينت واقول له add anchor point.
بحيث ان انا اكاريت انكر بوينت للماسك ده علشان هستخدمه في المحاضرة اللي جاية ان شاء الله، واشوفكم الفيديو الجاي.